كتير من الناس بقت بتلاحظ إن إيديهم بتبدأ تتهز بشكل بسيط ويبدأوا يقلقوا ويقولوا يا ترى هل ده طبيعي ولا مؤشر لمشكلة عصبية كبيرة زي مثلا الشلل الرعاش. النهارده إن شاء الله هنفهم الفرق ما بين الرعشة البسيطة وما بين الرعشة اللي بتبقى محتاجة تدخل طبي لأن هي بتدل على وجود مشكلة في الأعصاب. فيلا بينا نبدأ. أولا خلينا نتكلم عن النوع الأول البسيط من الرعشة وهو الرعشة الأولية أو الإسنشال تريموس. إيه هي الرعشة الأولية أو الإسنشال تريموس؟ هي رعشة بسيطة بتحصل أثناء الحركة زي ما أنا بكون ماسك كوباية أو ماسك معلقة، غالبا بتزيد مع التوتر والإرهاق وشرب الكافيين بنسبة كبيرة، مش مرتبطة بأي مشاكل في الجهاز العصبي. من أشهر أسبابها زي ما قلنا التنشن والستريس، الإجهاد الزائد ممكن يسببها ومن أكتر الأسباب اللي بتسببها. طيب إمتى نقلق بقى ونقول إن الرعشة دي في مشكلة طبية أدت إليها والموضوع مش بسيط زي ما إحنا كنا بنتكلم في الأول؟ لو الرعشة بقت مستمرة وبتزيد مع الوقت، لو الرعشة دي بتحصل وإيدك حتى في وضعية الراحة، يعني أنت مش محركها وتلاقي الرعشة والاهتزاز ده موجود في إيدك، لو الرعشة دي مصحوبة بأعراض تانية زي مثلا التنميل، زي مثلا ضعف في العضلات، زي عدم الاتزان، لو الرعشة دي كمان بدأت تأثر على حياتك اليومية زي مثلا الصعوبة في الكتابة أو صعوبة في حمل الأشياء، هنا لو حصلت الحاجات دي فما ينفعش تسكت ولازم تروح تكشف عند دكتور المخ والأعصاب، لأن بنسبة كبيرة جدا هيبقى في مشاكل طبية أدت لحدوث الأعراض دي. طيب إيه هي المشاكل العصبية اللي ممكن تؤدي لحدوث الرعشة؟ رقم واحد مرض باركنسونز أو الشلل الرعاش، رعشة بتحصل وإيدك حتى في وضعية الراحة وبتزيد مع التقدم في السن. التصلب المتعدد أو المالتيبل سكلروز اللي بيؤدي لحدوث رعشة وتنميل في الإيد وكمان بيكون معاهم مشاكل في الاتزان. فرط نشاط الغدة الدرقية اللي ممكن يؤدي لحدوث رعشة بتكون مرتبطة بزيادة فقدان الوزن وزيادة في معدل ضربات القلب، وطبعا نقص بعض الفيتامينات والمعادن زي فيتامين بي 12 اللي بيكون مهم جدا لصحة الأعصاب، بالتالي لو كان في فيتامين ديفيشنسي ممكن يؤدي لحدوث رعشة في الإيدين. والعلاج هنا طبعا بيكون بعلاج السبب اللي أدى لحدوث الرعشة، يعني لو كانت من النوع الأول والدنيا سليمة فبمجرد الراحة والبعد عن المنبهات، نوم عدد ساعات كافية، تلاقي الموضوع يتحسن جدا مع الاهتمام بالأكل والفيتامينات، هتلاقي ان الدنيا بدأت انها تظبط معانا بشكل كبير. اما لو كان بسبب مشكلة طبية زي ما احنا قلنا فهنا بنبقى محتاجين ان احنا نعالج السبب الاول بعد ما بتكشف عند الدكتور وبتاخد بقى العلاج سواء كان العلاج الدوائي تحت اشراف الطبيب، وهنا بيتدخل دور العلاج الطبيعي والتأهيل اللي بيكون ليه أهمية كبيرة جدا 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 في ان احنا نرجع قوة العضلات ونحافظ كمان على قوة العضلات بالنسبة لنا في الايد، وبالتالي تحافظ على كل الفانكشنال اوتكم او الوظائف الحيوية بتاعتها زي الكتابه، مسك الاشياء، او ان انت تستخدم ايدك بشكل طبيعي بقدر المستطاع. وده طبعا من خلال عده محاور زي الالكتروثيرابي او العلاج الكهربائي، ومن خلال تمارين التقويه اللي بتهدف للحفاظ على قوه العضلات وتقويه العضلات اللي حصل لها ضعف نتيجه مشاكل الاعصاب، وطبعا في الاخر التمارين الوظيفيه اللي بتحافظ على قوه العضلات وتحافظ انها تقوم بالاكشن بتاعها والوظيفه بتاعتها بشكل سليم من غير اي سبستيتيوشن او تدخل عضلات اخرى في الاكشن. في النهايه والخلاصه الرعشه ممكن تبقى حاجه فعلا بسيطه، مجرد بس ما تنهي الاسترس بتاعك تلاقي الدنيا ظبطت. بس لو لقيت الرعشه مستمره وما بتقفش وبدات تظهر معاك كمان في وضعيات الراحه وايدك مش مشغلها، سيب اللي في ايدك ولازم تروح تكشف عند الدكتور. كل ما كشفت بدري كل ما كانت الدنيا بقت اسهل والعلاج كمان بقى اسهل واسرع. بس كده دي كانت نهاية حلقة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. لو مهتم بالعلاج الطبيعي للأعصاب والعمود الفقري فهنا دايما مكانك. المهم والأهم إنكم تصلوا على النبي. أنا مصطفى سليم، هنا حكيم أعصاب. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.